قبل بداية التاريخ، قبل أن تكتب أول بردية، كانت مصر القديمة شيئا مختلفا تماما عما نعرفه اليوم. لم تكن مجرد حضارة، بل كانت مركزا سماويا، نقطة التقاء بين نور قادم من السماء وظل خرج من أعماق العالم. في ذلك الزمن البعيد ظهرت قوة غامضة وصفها القدماء باسم النقد، قوة مزدوجة، نصفها خير يمنح الحكمة والنور، ونصفها شر يفتح بوابات الفوضى والخراب. وعلى أرض مصر عاش 12 كاهنا قادرين على التحكم في هذه القوة السماوية. مع النقد تعلم الإنسان الزراعة، الهندسة، كتابة الرموز الأولى، وصارت مصر مركزا مضيئا لم يعرف العالم مثله. لكن كل نور يولد ظلاله. بين الحماة من رأى في النقد المظلم طريقا للسلطة، فكانت أول خيانة في التاريخ. 2 من الكهنة طمعوا في السيطرة على الجانب المظلم من النقد. وفي ليلة وصفت في البرديات باسم أيام الحريق الأزرق، اندلعت حرب مزقت الأرض، واهتزت بسببها سماء مصر لأول مرة. وهناك اتخذ الكهنة 10 قرارا مصيريا: نفي الكاهنين المتمردين وكل أتباعهما إلى أقصى الغرب، إلى أرض مجهولة في وسط البحر. أغلقت البوابة خلفهم، عبروا إلى أقصى الغرب، إلى أرض مجهولة. وهناك بدأت قصة أخرى، وتحول المنفيون مع بقايا النقد المظلم إلى شعب جديد. على تلك الجزيرة البعيدة بنيت حضارة مذهلة، لكنها غير مستقرة، حضارة اعتمدت على قوة ناقصة، قوة مشوهة، قوة مظلمة كان من المستحيل السيطرة عليها. وهناك ولد اسم أطلانتس، أرض المنفيين وأحفاد الكهنة الذين خرجوا من مصر. كبر نسل المتمردين وجمعوا قوة عظيمة، لكن بقي بداخلهم حلم واحد: استرجاع أصل القوة من مصر. ومع الزمن حاول حكام أطلانتس العودة، أرادوا استعادة أصل القوة، النقد النقي المحفوظ داخل معابد مصر. وتقول الأسطورة إنهم حاولوا فتح بوابة العودة، وعندما حاولوا فتح البوابة بدأ البحر يثور عليهم. ولكن الكهنة المصريون شعروا بعودة ظل النقد، فأغلقوا البوابة نهائيا. ومع انهيار البوابة انفجرت طاقة غير مستقرة، فابتلع البحر أطلانتس كلها. في لحظة واحدة الكهنة المصريين تصدوا لهم وأغرقوا الجزيرة كلها تحت البحر، لتنتهي حضارة أطلانتس في لحظة واحدة. ومع أن الماء ابتلع الجزيرة، إلا أن أثر النقد لم ينتهي. فالشر الذي خرج يوما من مصر ظل ينتظر من يعيد فتح بوابته. اليوم وبعد آلاف السنين، عندما يتساءل الباحثون هل كانت أطلانتس أصل الحضارات، تكشف الأسطورة إجابة مختلفة تماما. أطلانتس لم تخلق مصر، مصر هي التي خلقت أطلانتس. لم تكن أطلانتس أصل الحضارة، بل كانت أثرا من آثارها. لم تأتي القوة من البحر، بل خرجت من قلب مصر. وهكذا يظل التاريخ الحقيقي مختبئا